بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من قناه مستر شيف سامح. ان شاء الله النهارده هنعمل طريقه جميله جدا. هنعمل مع بعض النهارده الحواوشي، او اللي حابب يسميه العيش باللحمه، او لحمه العجينه. ان شاء الله هنعمل حلقه جميله النهارده في الشتاء، في الجو الساقع ده. ان شاء الله تابعونا لاخر الحلقه. هنشوف المقادير والمكونات مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا النهارده اول حاجه بنجيب حله فيها حوالي عن لتر ميه، وبنضيف 2 من باكو خميره فوريه، 2 من باكو الخميره الفوريه، وعلى طول بننزل بباكوين او ظرفين من الفانيليا، يعني يدوب ذره فانيليا كده بتدي طعم في العجينه جميله جدا. باكوين او ظرفين من الفانيليا، ومعاهم حوالي عن 5 معالق من السكر، 5 معالق كبيرة سكر. طبعا السكر ولسه هنحط ملح عشان السكر طبعا بيدي شكل ولون وطعم كمان في العجينة، فلازم يكون نسبة السكر اكتر من نسبة الملح. معايا 5 معالق من السكر ومعلقة صغيرة من الملح، وفي الاخر بننزل بيه حوالي عن يعني ربع كوباية من الزيت، ربع كوباية زيت، وبندوب الدنيا دي كلها مع بعض كده. وعلى طول هننزل بالدقيق. النهاردة معايا دقيق 3 كيلو دقيق، 3 كيلو دقيق لكل الأغراض. دقيق عادي، بنضيف 3 كيلو دقيق على الكمية ديت، ونبدأ نعجن ونشوف نحتاج مية، بننزل بالمية ونشوف مع بعض إن شاء الله هنكمل. يبقى تاني المكونات معايا لتر مية، و 5 معالق من السكر، وباكوين فانيليا او ظرفين فانيليا، وباكوين خميرة فورية، وربع كوباية من الزيت، اي زيت، وكمان معلقة صغيرة من الملح. دي المكونات معايا. وبعد كده نبدأ نعجن في العجينة. ان احتاجت مية نبدأ نضيف المية شوية شوية كده لحد لما تتشكل معانا العجينة وما تلزقش معانا. طبعا هي هتحتاج شوية مجهود شوية عشان طبعا توصل للدرجة اللي هي تكون ناعمة. لازم العجينة نحس ان هي ناعمة معايا كده عشان تعمل لنا عرق وتخمر كويس. وعارفين طبعا طريقة العجن هو بالبوكس كده لحد لما تتشكل عجينة ملساء معايا. على طول بنكورها كده، نعملها زي السرة ونسيب الفتحة من تحت، ونغطيها ب ورقة اي ورقة عشان تخمر. معايا الحشوة النهاردة معايا 2 كيلو من اللحمة، عليهم 5 بصلات كبار مبشورين ومصفين من المية، عليهم معلقة توم مدقوقة مع معلقة مع قرنين فلفل أحمر، والبهارات معايا فلفل أسمر وجوز الطيب وبهار لحمة ومعلقة من الصلصة. بندوب الدنيا دي كلها مع بعض كده لحد لما تشكل معايا اللحمة، ونبدأ ديت هتكون الحشوة اللي هنحطها في العجينة. يبقى معايا اللحمة 2 كيلو لحمة، 5 6 بصلات كبار كده مبشورين ومعصورين من المية كويس، ومعاهم معلقة صلصة والبهارات بتاعتنا، بندوب الدنيا دي كلها لحد لما تشكل معايا اللحمة. نبدأ نجيب العجينة ونبدأ نكورها كده، نقطعها نعملها اسطوانة، وبنبدأ نكورها عشان طبعا الكورة من ديت هتكون هنعمل يعني رقين، رق تحت، يعني عجينة تكون تحت وعجينة تكون فوق، بس طبعا بعد ما نفردها، والحشو هيكون في النص. طبعا دي طريقة بنسميها طريقة الحواوشي بالطريقة الاسكندراني، او العيش باللحمة زي ما بتوع اسكندرية بيسموها. المهم النتيجة طبعا ان شاء الله بتكون جميلة جدا، والعدد معانا بترمي عدد كبير ان شاء الله. هنشوف لاخر الفيديو. ادي بنجيب الكرة اهيت حوالي زي البرتقانة الصغيرة كده. بعد ما طبعا العجينة خمرت معايا، بنسيب العجينة حوالي عن ساعة الا ربع كده او اكتر من نص ساعة يعني، وتكون ريحت معايا. ونبدأ نجيب العجينة وتكون طبعا هي ريحت، فبتكون سهلة ان احنا نفردها. بنجيب اول عجينة كده نبدأ نفردها بالنشابة او المردنة، وادي العجينة التانية اهيت، الرقة التانية اهيت، نفردها طريقة سهلة جدا. وطبعا بنتحكم احنا في حجم العجينة اللي احنا عايزينه، عايزينها كبيرة صغيرة، دي كله معايا. ونبدأ نجيب
حبة من اللحمة اللي احنا عملناها زي ما قلنا. اللحمة مضاف اليها بصل ومعلقة توم مدقوقة مع قرنين فلفل احمر كده بهاراتنا. نبدأ نضيف اللحمة في النص ونجيب الطبقة التانية ونبدأ نقفل. طريقة القفل هي يا جماعة سهلة جدا، اهم حاجة القفلة تتقفل كويس عشان اللحمة ما تخرجش مننا. بنقفلها وطريقة القفل سهلة جدا، هي نبدأ نبرم العجينة على بعضها كده، وبعد ما نخلصها نقلبها. وطبعا هي بتتسوى على يعني الناحية اللي احنا قلبناها ديت بتنزل في قعر الصينية اهيت، يعني تتقلب وتنزل كده على الصينية زي ما هي، يعني الوش تحت اللي احنا برمناه ده بيكون تحت. نبدأ نفرد العجينة كده بإيدينا، طريقة سهلة جدا وبترمي معانا عدد كبير، وطبعا طعمها جميل جدا. زي ما قلنا العجينة هيت طبعا بندهن سطح الأرضية شوية من الزيت عشان العجينة طبعا تشتغل معانا أو تبدأ تنفرد معانا. شوية زيت صغيرين كده نمسح بيهم الرخامة أو الأرضية اللي احنا شغالين عليها. وسهلة جدا العجينة، شايفين سلسة جدا. لما تكون العجينة مرتاحة معايا بتبدأ تتفرد معايا بسهولة. وادي طبقة اللحمة هيت، طبعا اللحمة بنتحكم فيها، عايزين نحط كتير شوية. وادي الطبقة التانية. عملية سهلة جدا وأي ست بيت في البيت ممكن تعملها، وبطريقة احترافية كمان. بصابعين اللي هو دول 3 صوابع نبدأ نقفل العجينة هيت. أهم حاجة نقفلها كويس عشان اللحمة طبعا لو خرجت من العجينة ممكن تتحرق مننا في الصاج. وزي ما يكون من بعد ما نقفلها بنقلب العجينة اهوت، نقلبها ونبدأ نبططها تاني تاخد الشكل الدائري معايا. وعلى طول بنشيلها ونجيب صاج او صينية وندهنه شوية زيت اهيت. صاج اهوت كبير اهوت، ونبدأ ندهنها زيت. طيب الحشوات، ممكن الحشوات طبعا لو حد كان سألني قال لي يا شيف ممكن تتعمل بكبد وقوانص، نقول له ممكن كبد وقوانص، بس الكبد والقوانص بتاعت الفراخ ديت لازم تستوي الاول كويس في بصلة وتوم وكده، ونبدأ نضيفها، يعني تكون نضافة في الحشوة تكون مستوية. اما اللحمة المفرومة طبعا بتكون نية، كله ني في نية اهوت زي ما قلنا، وبتكون معجونة كويس. اهم حاجة نكون عاجنينها كويس عشان تتفرد من العجينة اكنها حتة عجينة معايا. طريقة سهلة جدا، يا رب تكون تعجبكم. زي ما قلنا العدد ده بيرمي معايا عدد كبير جدا من العيش ده او الحواوشي زي ما نقول. نبرم العجينة سهلة جدا، نقلب العجينة اهيت، اقلب العجينة افرد بايدك حاجة كده يعني مزيكا. نبدأ نحط العجينة اهيت، والصاج معايا بياخد معايا 6 حواوشي كبير. طبعا دي لو هنشتريها من بره، وطبعا ديت لحمة طبعا احنا عاملينها لحمة بلدي. وعلى طول على الفرن. الفرن معايا يكون متوسط، يكون عالي من تحت سنة والاجناب هادية شوية عشان طبعا ما يحمرش. اول ما نبص نلاقي الارضية بدأت تلون معايا، نبدأ نعلي الجوانب شوية ويوصل للمرحلة ديت. طبعا العجينة من فوق مش بنحط لها اي حاجة ولا ندهنها زيت ولا حاجة، زي ما قلنا هي زي ما عجناها كده دخلت الفرن على طول، ولا ندهنها بيض ولا زيت ولا اي حاجة، وهي بتاخد اللون الجميل ده. وادي شايفين الرغيف بعد ما دخل نفش ازاي، واللحمة استوت 100% من فوق ومن تحت، خدت ارضية وخدت وش، حاجة جميلة جدا. ولسه طعم الفرن طازة اهيت. وهنفتح لكم برضو 2 3 كده قدامكم ونشوف تسويتها عاملة ايه. طبعا احنا قلنا المقادير كلها، وان شاء الله هكتب لكم المقادير برضو في صندوق الوصف. ادي هنفتح العجينة هي. طبعا دلوقتي العيش ده او الحواوشي لسه طالع من الفرن حالا، يعني انا مش كنت قادر احط ايدي على العجينة اهوت. وهتشوف طبعا البخار طالع منها ازاي، حاجة كده شايفين بخار، حاجة جميلة جدا. شايفين اللحمة مفرودة من جوه ومستوية 100%، وطعم طبعا حاجة جميلة. دي لحمة بلدي، لحمة بتكون فيها نسبة دهنة عشان طبعا تطعم معايا العجينة. والبهارات طبعا شوية بهارات لحمة على فلفل أسمر. اللي حابب طبعا يخليها سبايسي ممكن يحط شوية شطة أو يضيف على اللحمة قرنين شطة كده. حاجة طبعا في الشتاء ديت جميلة جدا. يا رب يكون الفيديو نال إعجابكم. نبدأ نرص
الحواوشي اهي، اللحمة كلها مفرودة وطالعة سخنة اهيت، وبألف هنا وشفا للي هيعملها. يا ريت اللي شاف الفيديو طبعا زي ما بنقول كل مرة ما ينسناش من لايك والاشتراك في القناة. دي كانت وصفة النهاردة، حلقة جميلة يا رب تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات جاية. زي ما قلنا ديت هنسميها عيش باللحمة، نسميها حواوشي، اهم حاجة المنتج اللي في الاخر يكون طالع جميل ومرضي. وان شاء الله استنوني في الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.